السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ فضفضه قلبي مع رنوش. النهارده معانا حكايه واحده كاتباها تقول لي بعد اذنك انا عايزه احلل بنت خالتي. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وعرفوني من انهي بلد بتتابعوني. القصه النهارده هي عايزه تفضفض معايا ومعاكم، عايزه حل، يعني ايه، يبقى صوتها عالي تسمع وحد يقول لها رايها. هي محتاجه راينا بجد. بنت عمي مكتوب كتابها من 3 شهور وجوزها كويس في العموم، بس مؤخرا بدأت تحكي لي حاجات خلتني قلبي يتقبض. خير. قالت لي انه طلب منها تروح معاه يومين في فندق قبل الفرح. طبعا ده ما ينفعش، ولا اخلاقنا ولا تربيتنا. كاتب كتاب معناه احنا عندنا كاتب كتاب هو خطوبه. ما ينفعش يعني هو عشان كاتب كتابه ما تبقاش مراته، لا، احنا بالنسبه لنا تقاليدنا ومبادئنا كاتب كتاب هي زي القري الفاتحه والخطوبه في بيتنا. وقال لها انهم كده كده متجوزين ومش حرام وده حقه الشرعي، وانه محتاج يحس انها مراته قبل الزفه. طبعا ده غلط. مراتك قبل الزفه ده الجواز بالنسبه لنا اشهار، مش موضوع اللي هو كتب كتابه اللي هو ليه حق ياخدها معاه في اي حته. الجواز اشهار يعني ايه؟ يبقى امي وابويا والناس اللي قاعدين عمامي وجيراني وكله يبقى عارفين انا ماشيه معاك، خلاص انا مش راجعه بيت اهلي، انا كده اتجوزت. لكن معنى اللي هو يقول لي لا نقضي يومين مع بعض قبل الفرح، لا، ده مش عقل. هو مش فاهمه هو ايه اللي وصل له يعني. وانه محتاج يحس انها مراته قبل الزفه. هي بنت ناس ومحترمه وخايفه توافق وتندم وخايفه ترفض وتخسره. معلش، توافقي وهتندمي، لكن ترفضي وتخسريه. هو بني ادم مش سوي، بني ادم مش كويس. هو عايز يثبت لنفسه ايه؟ هو ما ينفعش اللي هو الكلام اللي بيقوله ده اولا، وما ينفعش يتحكم في حاجه زي كده ويفتكر انها مش واثقه فيه. انا مش واثقه فيك، انت خطيبي، كاتب كتابي، انت خطيبي في عيني، الناس كلها خطيبي. ما خدتنيش من بيت اهلي قلت لا خلاص انا رايحه بيتي ودي مراتي. لكن انت كاتب كتاب على اساس انا لسه خطيبتك قدام الناس وقدام ربنا، انا خطيبتك. مش كاتب الكتاب ده يا جماعه، في ناس كتير بتفتكره غلط. انا وثقت في خطيب بنتي وكتبت له كاتب كتاب، بس بالنسبه لي هو خطيب بنتي. اما يبقى جوزها ده ياخدها قدام الناس كلها علنا. سألتني تعمل ايه، وانا فعلا محتارة ارد اقول ايه. هو انا مكتوب كتابهم يعني شرعا مراته، بس فكرة انه يطلب كده وبهذا الاصرار قبل الفرح ومكان خاص زي فندق، دي حاجة غريبة، فعلا حاجة غريبة. واشمعنى ايه؟ ليه جاي تطلبه دلوقتي؟ ما طلبتوش ليه يعني انت عايز تقنع نفسك ليه مراتك؟ طب مراتك خلاص قول لي حماك انا مثلا مقدرتش ان انا مش هعمل فرح وكتبت كاتب كتاب هاخدها واروح. ده حق، ده كده انت راجل. لكن انت في عين الناس دلوقتي انت مش راجل. لو انت عملت كده انت مش راجل. ايه الرجوله اللي انت عايز مصمم اللي انت تاخدها قبل الفرح يومين تحس ليه مراتك؟ لا، هي مش مراتك. ومكان خاص زي فندق غريبه ومش مريحه، وفي حاجات المفروض تبقى ليها وقتها ومكانها، صح، وبتتم في ستر وامان، مش بشكل مفاجئ او ضغط زي كده. فانا زي ما قلت لك هو مش خايف عليكي، لا ارفضي. يقول لي انت مش واثقه فيه، مش واثقه فيه. انا عايزه اثق فيه. ابقى ماشيه من بيت اهلي رافعه راس ابويا وامي. ما ينفعش ان انا امشي بالطريقه دي. هي حاليا في قلق وتوتر ومش عارفه تتصرف، وطلبت اقول رايي ونشوف الناس ممكن تقول ايه. هل ده طبيعي؟ لا، مش طبيعي. واللي انت بتقوليه دوت مش طبيعي خالص. وما تسمعش كلامه، هو بني ادم مريض. ده مريض نفسي عايز يثبت لنفسه حاجه، بس مش على حسابك. انت لو عملتي الحاجه دي هتنزلي راس امك وابوكي الارض، مش هتخليهم رافعين راسهم، مش هتخليهم حاسين ان هم بنتهم اتربت. لا، انت عايز حاجه زي كده وظروفك مش هتسمح لفرح ولا مش هتسمح لحاجه، تعالى خليك راجل للاخر وتعالى قول لي لوالدي يا حاج دلوقتي انا دلوقتي مش مقدرش اعمل فرح، وانا كاتب كتاب نعمل اعلان نهيص قدام البيت كده واخد مراتي واروح. هو اما يلاقي ظروفك كده هو مش هيقول لك حاجه، لكن اللي انت بتعمله ده هتقلي من ابوها وهتقلي من نفس من البنت نفسها، وممكن معلش بعد كده تذلها. انت دلوقتي لمراتك وعايز تجرب يومين قبل الجواز. تجرب ايه؟ هي الحياه مش تجارب. انت دخلتي دلوقتي موضوع لازم تكمله الاخر، ودخلت كراجل لازم تكمل كراجل. لكن انت كده ده غلط. دي مش رجوله، دي مش اللي انت مصمم تعمل حاجه زي كده. ده مش، معلش انت نزلت من نظرنا.
ما ينفعش راجل يطلب من خطيبته حاجه زي كده. ما تقولش مكتوب كاتب كتاب. كاتب كتاب ما دام ما اعلنتش اللي انت خدت مراتك روحت بيتك تبقى لسه مكتوب خاطبها مش جوزها. وكده وصلنا احنا. طبعا انت عايزه حل، ان شاء الله يكتبوا لنا في الكومنتات رايهم ويكتبوا لنا حل المشكله، واستنى رايكم ان شاء الله. وتابعوني وتقولوا لي انتم من انهي بلد. ومع السلامه، مع فضفضه قلبي مع رنوش.